مشاهدي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. إلى حضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية، أستهلها بالعناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. دعوة لتعزيز دور الشباب للحد من الإصابات الجديدة بالإيدز. تأهيل لمكافحة التراكوما في نقفة وأدوبحة. مقتل 3 عسكريين في قصف إسرائيلي لأهداف إيرانية في سوريا. 7 ملايين صومالي على شفا المجاعة بسبب الجفاف الشديد. الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد مما يتبناه بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 7 مرضى في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,137، شفي منهم 9,966 وتوفي 103، فيما يتلقى 68 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 15 من أغسطس 2022. دعا فرع الصحة في الإقليم الأوسط المجتمع وخاصة الشباب لتعزيز دورهم الرائد والواعي للحد من الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز. وأوضح مسؤول وحدة مراقبة الإيدز والأمراض التناسلية في الإقليم السيد صالح محمد سعيد إن أنشطة الوقاية والأبحاث والمعالجة لتلك الأمراض تجري في كافة المؤسسات الصحية، مناشدا لتفعيل كافة سبل الوقاية من مرض الإيدز الفتاك. وذكر السيد صالح إصابة 49 من أصل 12,891 مواطنا في الإقليم الأوسط أجروا فحوصات الإيدز خلال الأشهر الستة الماضية، وانخفاض نسبة الإصابة بالمرض من 0.54% من 100% خلال عام 2018 إلى 0.38% من 100% خلال الأشهر الستة الماضية. وأشار إلى إصابة 0.07% من 100% من أصل 6,996 حاملة أجرينا الفحوصات خلال الأشهر المذكورة، ونجاة جميع الأطفال المولودين من المصابات بالإيدز خلال 5 أعوام مضت ما عدا طفل واحد. وأوضح السيد صالح بأن الوحدة تسعى جاهدة لتخفيض ظاهرة الإصابة ب50% ونسبة الوفيات ب75%، ورفع نسبة تقديم أدوية الإطالة إلى 90%. وأفاد بتعرض 278 مواطنا للإصابة بالإيدز ما بين 2018 و2020، وتمت معالجتهم بتقديم أدوية السلامة ضد الإيدز خلال 72 ساعة. وتوضح مستندات فرع الصحة في الإقليم الأوسط أن 37 مؤسسة صحية تعمل 2 في الفحوصات الطوعية و35 في فحوصات فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، و1387 مواطنا يتعاطون أدوية إطالة العمر. نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية لوكلاء الصحة في مديريتي نقفة وأدوبحة لرفع القدرات ومكافحة مرض التراكوما. وقال خبير جراحة العيون الذي أشرف على الدورة التدريبية سيد حنوم رداء إن التراكوما سببها نقص النظافة ويؤدي إلى العمى ما لم يتم علاجه بسرعة، داعيا للتوجه إلى المؤسسات الصحية في حال ظهور الأعراض. من جانبه أوضح مسؤول متابعة الأمراض المعدية في المكتب السيد فسحية قرقيش إن الهدف من التدريب رفع معرفة المجتمع ومكافحة مرض التراكوما المعدي. وأشارت الدراسة التي أجريت على مستوى الإقليم إلى ظهور المرض في مديريتي نقفة وأدوبحة، وبموجب البرنامج الذي وضع لمكافحته جرت عمليات جراحية ل30 مريضا وإرسال 86 مصابا بزرقة العين إلى كرن لتلقي العلاج. وذكر مسؤول الإدارة والمالية في مكتب وزارة الصحة في مديرية نقفة الممرض يوناتان ولدو إن الدورة التدريبية تسهم كثيرا في ضمان صحة المجتمع عامة ومكافحة العمى على وجه الخصوص.
يقوم سكان ضاحية فانا في مديرية حقات بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه والتشجير لإنجاح الحملة الخضراء. وأقام سكان قريتي أعدا وشلاشاي منذ بداية يوليو ببناء حوالي 6 كيلومترات من المدرجات والكثير من الحواجز المائية. في غضون ذلك جرت عملية إزالة الطمي من سد شلاشاي المشيد عام 2007. بعد الفاصل سادتي يعود بالأخبار الخارجية. قصفت إسرائيل أهدافا إيرانية في سلسلة ضربات قرب منطقة موطن أسلاف الرئيس السوري بشار الأسد على مقربة من القواعد العسكرية الرئيسية لروسيا في سوريا على ساحل البحر المتوسط، وفق ما قالته مخابرات إقليمية ومصادر عسكرية سورية. وقال الجيش السوري في وقت سابق إن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 3 آخرون في هجومين إسرائيليين متزامنين جنوب محافظة طرطوس وآخر على العاصمة دمشق، ولم يذكر أي تفاصيل عن المواقع المحددة. وقال 2 من المشقين العسكريين السوريين المطلعين على المنطقة إن الضربات على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق استهدفت مواقع تديرها جماعة حزب الله اللبنانية الموالية لإيران. وشنت إسرائيل مئات الضربات ضد ما يعتقد أنها أهداف إيرانية في السنوات الأخيرة، لكنها تجنبت في الغالب قصف المحافظات الساحلية حيث تتركز الأصول العسكرية الرئيسية لروسيا. ارتفع عدد الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات إنسانية عاجلة من 4.1 مليون في بداية عام 2022 إلى 7.1 مليون شخص بين يونيو وسبتمبر من العام الجاري، وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو. وحذرت منظمة الفاو في بداية شهر أغسطس أن بعض المناطق في الصومال ستتعرض للمجاعة بسبب نقص حاد في المواد الغذائية والجفاف وتداعيات الحرب في أوكرانيا. وقد نفق حتى الآن أكثر من 3 ملايين رأس ماشية، كما انخفضت نسبة المزروعات بشكل كبير بسبب الجفاف الشديد وشح المياه وقلة هطول الأمطار. أعلنت الصين تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان التي يزورها حاليا 5 برلمانيين أمريكيين. وجاء في بيان صادر عن القيادة الشرقية للجيش الصيني أن جيش التحرير الشعبي الصيني نظم في 15 من أغسطس دورية لتأهب لمعارك مسلحة متعددة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان. ووصل وفد من الكونغرس إلى تايوان وفق ما أعلن معهد يعتبر بمثابة سفارة واشنطن في تايبي بعد أيام على إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. ورأت بكين في زيارة بيلوسي خطوة استفزازية، وجاءت الزيارة الغير معلن عنها سابقا بعدما أثارت بيلوسي حافظة بكين ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت من احتمال اندلاع نزاع. أوقفت السلطات الأمنية في ولاية ميتشواكان الغربية في المكسيك الفائد 167 شخصا يشتبه بأنهم ينتمون إلى مجموعة إجرامية، وتمت مصادرة 233 سلاحا ناريا خلال العملية، إضافة إلى قنابل يدوية وقاذفي قنابل و25 سيارة بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع. وقام مؤيدون وعناصر اشتبهوا بأنهم مقربون من المجموعة بإغلاق الطرق في 6 نقاط من ولاية ميتشواكان ردا على العملية الأمنية، غير أن قوات الأمن أعادت فتح الطرق سريعا. وأظهر الصور بثتها قنوات حكومية قوات الجيش المكسيكي وهم يرسلون الموقوفين إلى السجون في عربات محمية، ووصف الادعاء العام في البلاد العملية بالتاريخية.
ختام نشرة الأخبار تذكير بالعناوين. إصابة مواطن واحد بفيروس كورونا اليوم. دعوة لتعزيز دور الشباب الوعي في الحد من الإصابة الجديدة بالإيدز. تأهيل لمكافحة التراكم في نقفة وأدوبها. مقتل 3 عسكريين في قصف إسرائيلي لأهداف إيرانية في سوريا. 7 ملايين صومالي على شفا المجاعة بسبب الجفاف الشديد. الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. السلام عليكم ورحمة الله.